بتبدأ قصتنا مع بطلنا جيون وهو واقف مع حبيبته يونا على سور منشر عالي، وبتقوله استعد يا بطل عشان هنطير سوا. بيقولها باستغراب: انتي متأكدة يا بنتي من الهبل اللي انتي عايزة تعمليه ده؟ بتقوله بيأس: أيوة، أنا خلاص جبت آخري، الدنيا ما بقاش ليها طعم، وفي الآخر كله رايح. بتستعد يونا وبتقوله يلا بينا عشان هنطير، لكن جيون بيغفلها وبكل ندالة بيقول لها لا يا عبيطة، سلام انتي، وزقها وخلع. وفي أقل من ثانية البلاغ بيوصل للشرطة عن اللي حصل، وبيقبضوا على جيون وبيتهموه إنه هو السبب، لكنه بيقعد يصرخ ويقول لهم والله يا جدعان أنا ما عملتش أي حاجة، وغير كده هي ما ماتتش أصلاً. الضابط بيبص له بشفقة ويفتكر إنه هسس من الصدمة، لكن جيون بيقول له ببرود: طبعا أنا لو قلتلك دلوقتي إنها هترجع تاني بكرة زي الأسد مش هتصدقني، صح؟ وطبعا يا عزيزي المشاهد أنت دلوقتي مش فاهم أي بتنجان، فكل اللي عليك دلوقتي قبل ما نكمل القصة اللايك الجميل بتاعك. عاوزين نوصل الفيديو ده ل20,000 لايك، فما تعملش نفسك عبيط وتنسى، أنا بفكرك أهو، ويلا بينا نكمل. الضابط بيزعق فيه ويقول له: يا ابني أنت مجنون؟ صاحبتك دلوقتي في المشرحة. بيقول له: صدقني هتفوق، ده أنا وهي عايشين في جحيم بقالنا فترة، يومنا بيتعاد كوبي بيست ولا كأن في أي حاجة حصلت. هي صحيح النهاردة طارت، لكن بكرة لما أصحى هلاقيها لازقالي على السرير ومش عارف أخلص منها أصلا. الضابط بيتعصب من الكلام الهجس اللي بيقوله وبيهدده بالحبس لو ما قالش الحقيقة. جيون بيبص في الساعة وبيكتشف إن فاضل أقل من 10 دقايق على الساعة 12 ويبدأ يوم جديد. بيطلب من الضابط فرصة أخيرة عشان يسمعه، وبيحكي له إنهم يوم 20 مايو اتخانقوا خناقة رب رب وقرروا ينفصلوا، وعشان الوقت كان اتأخر وجيون ما كانش عارف يروح فين نام في الصالة لحد ما النهار يطلع، لكن لما صحي اتصدم لما لقى نفسه جنب يونا على السرير. ما كانش فاهم ده حصل إمتى وإزاي، ده غير إن التلفزيون فجأة اشتغل على لعبة غريبة والمفروض إن يونا وجيون يعملوا فيها مهام مع بعض. راحوا لصاحبهم الوحيد مين وحكوا له القصة، وبدأ مين يفتي ويشرح لهم ويقول: أنا هقول لكم أحلى فتية في حياتي، أنا دارس الكلام ده كويس في الكلية، وتقريبا انتوا الاتنين دخلتوا في حلقة زمنية ويومكم هيفضل يتكرر بنفس الشكل، وعشان تخرجوا من الدوامة دي لازم تشوفوا حل للعبة اللي ظهرت. لكن يونا ما بتقتنعش بالكلام الهبل ده وبتقول لمين: أنا كان لازم أعرف من الأول إنك غبي زي صاحبك جيون بالظبط. وبتقول لجيون: أكيد الهبل ده مش هيحصل معانا تاني، أنا هرجع البيت وانت شوف لك داهية تانية نام فيها. لكن مع الأسف بيعدي شهر وهم على نفس الحالة، كل يوم الصبح بيصحوا يلاقوا نفسهم نايمين جنب بعض مهما حصل، حتى لو جيون نقل في شقة تانية بيصحى يلاقي نفسه جنبها وبنفس التاريخ 20 مايو. عشان كده بيستسلموا للأمر الواقع وبيقولوا لنفسهم إن ممكن اللعبة دي تختفي لو رجعوا لبعض، فبيحاولوا يتصالحوا وبياخدوا شوية صور مع بعض وبيوروها للعبة على أساس إنها هتصدقهم وهتسيبهم في حالهم. بس طبعا ما بيحصلش أي حاجة واليوم بيتعاد. اللعبة بتبدأ تكرر نفس الفيديو وبيشوفوا إن أول تحدي ليهم هو يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل. وقتها بتيجي ليونا فكرة وبتقترحها عليه إنهم يطلعوا على سور كبير ويحاولوا يطيروا مع بعض، يمكن لما ننفذ اللي اللعبة قالته يخرجوا من الحلقة الملعونة دي، وكده كده مش هيحصل حاجة لأنهم هيصحوا في اليوم اللي بعده سليم. جيون ما كانش مقتنع بس وافق يروح معاها زي ما شفنا في أول القصة، وفعلا بيطلعوا هما الاتنين وبيستعدوا. لكن وقتها جيون يندل وبيغدر بيونا وبيخاف على نفسه عشان هو أناني. وطبعا بعد اللي حصل ده بيصحى جيون في اليوم اللي بعده بيلاقي نفسه جنبها كالعادة وهي نايمة. جيون كان بيفكر يهرب بجلده لأنه عارف إن يونا مش هتسيب حقها، وده عشان سابها امبارح تطير لوحدها وخلع. وقبل ما يتحرك من مكانه صحيت يونا ولقطته واديته النظرة المعبرة وقالت له: هاي يا روح أمك، ما نطتش معايا امبارح ليه؟ جيون بدأ يتباكى وقال لها: يا بنتي ما انت عارفة إني بخاف من المرتفعات وبيجيلي دوار. قالت له: ماشي براحتك، انت امبارح خدعتني وسبتني لبست في الحيط. قعد يحايل فيها ويقول لها: خلاص بقى حقك عليا. ردت عليه بضحكة شريرة: حقك عليا دي تصرفها من البنك يا حبيبي. وراحت جابت سكينة المطبخ وقالت له: خد يا جيون، السلام عليكم. ولما فاقوا في اليوم اللي بعده كانت الصدمة، اكتشفوا إنهم اجتازوا المرحلة الأولى من اللعبة، وده لأنهم هما الاتنين ماتوا في نفس اليوم ورجعوا للحياة سوا. وقتها جيون جات له فكرة وقال لها: بص يا يونا، إحنا لازم نلعب اللعبة دي بجد لأنها الطريقة الوحيدة اللي هتخرجنا من المصيدة دي. وفعلا استنوا اللعبة في اليوم اللي بعده عشان ينفذوا طلباتها، والصدمة لما لقوا المطلوب إن كل واحد يجيب هدية غالية للتاني. يونا ما اقتنعتش بالهبل ده وقالت له: لو عاوز تلعبها العبها لوحدك يا حبيبي، سلام، أنا ما بجيبش هدايا لحد. سألها: رايحة فين؟ قالت له: رايحة شغلي، وسابته ومشيت. أما هو فتح الكمبيوتر بتاعه عشان يشوف الشغل اللي وراه، وفجأة جات له لحظة إدراك: الشغل ده مش هينفعه بحاجة. قال: خلاص أنا لازم أعيش حياتي. وراح سحب كل الفلوس اللي في حسابه البنكي وراح اشترى كل اللي كان نفسه فيه، وجاب لنفسه أحلى عربية في المعرض.
يونا كمان عملت نفس الحركة، خدت فلوسها وصرفتها على المجوهرات والسكين كير، وما سابتش حاجة في نفسها إلا وعملتها. ده كمان حجزت في فندق 5 نجوم وحققت كل اللي كان نفسها فيه وما كانتش عارفة تعمله بسبب بخل جيون، وعزمت صاحبتها وقضت أحلى وقت في حياتها. لكن الصدمة لما صحيت في اليوم اللي بعده لقت نفسها رجعت تاني للواقع الصعب، وإن حياتها واقفة وعمالة بتدور في نفس المكان. عشان كده فكرت تعمل حاجة جديدة وسابت الشغل خالص، وأول ما صحيت راحت على كافيه شيك وقضت وقت لذيذ هناك. وهي قاعدة بتصور القهوة عشان تنزلها ستوري، ظهر فجأة شاب وسيم اسمه زياد، أداها وردة وسألها هو القمر مرتبط؟ أنكرت بسرعة وقالت له إنها سنجل وانفصلت عن حبيبها، وبان إنه معجب بيها جدا. أما بقى جيون فراح يشتكي لصاحبه مين من تصرفات يونا، وإنها ما بقتش بتعامله كويس زي الأول، وطول الوقت بتهزقه وبتهينه. لو كمان في واحد اسمه زياد حاطط عينه عليها. مين بصله وقال له ليه يا ابني ما تفوق لنفسك كده، ما انتوا كده منفصلين، واللي انتوا عايشين فيه ده بسبب الحلقة الزمنية وبس، لكن لو غير كده كان زمانها دلوقتي ارتبطت بحد بيني. البنت حلوة الصراحة، أنا معرفش بصيت لك على إيه. بالرغم إن كلام مين صحيح، وفعلا يونا وجيون في حكم المنفصلين، ويونا ممكن ترتبط بأي حد عادي، لكن جيون اتضايق جدا وحس بالغيرة، ولسه مش قادر يشوف يونا مع حد تاني، حتى إنه فكر ما يرجعش البيت النهاردة لأنه عارف إنه هيتخانق معاها، وقعد يشرب عشان ينسى. ولما رجع البيت أغمى عليه من كتر التفكير، بس يونا ما اهتمتش وسابته مكانه مرمي. بالعكس، دي بقت بتستنى أي فرصة عشان تخلص من جيون واللعبة دي. عشان كده بطلت عناد وقررت تشوف اللعبة عايزة إيه وتنفذه، ولقت اللعبة لسه كاتبة إن كل واحد لازم يشتري هدية غالية للتاني. خدت جيون وهو دايخ على أقرب محل مجوهرات واشتريت له ساعة غالية، ولما رجعوا البيت قعدوا يستنوا يشوفوا لو فعلا كلام جيون صح واللعبة هتتغير ولا لأ. وفعلا لقوا إنهم اجتازوا المستوى ده. عرفت يونا إن السر كله في اللعب. يونا فرحت جدا وافتكرت إنها كده خلاص فازت باللعبة وهتخلص من قرف جيون، لكن للأسف أول ما فتحت عينيها في اليوم التاني لقت خلقته في وشها على السرير، واللعبة المرة دي رخمت عليهم بزيادة وادتهم مهمة مستفزة، المطلوب إنهم يفضلوا ماسكين إيد بعض لمدة 24 ساعة كاملة. يونا اتعصبت وقالت له نعم يا أخويا، هو أنا طايقة أمسك إيدك 24 دقيقة عشان استحملها 24 ساعة؟ لكن جيون مهتمش بكلامها وقفش في إيدها وقال لها بقولك إيه، إحنا مش هنفلت إيد بعض النهاردة خالص لحد ما المستوى ده يخلص ونغور من هنا. قالت له بنبرة تهديد بقولك سيب إيدي يا جيون بدل ما أعمل منك شاورما. رد عليها هو أنا جيت جنبك، ما هي المهمة اللي طالبة كده يا ست هانم. زعقت فيه سيب إيدي يلا، فساب إيدها وهو مرعوب لأنه عارف إنها قوية ومفترية وممكن تلزقه في الجدار اللي وراه، وبسبب الحركة دي خسروا اللعبة واضطروا يعيدوها تاني من أول وجديد. ولما جيون عرف إنها رايحة الكافيه اللي شغال فيه الواد زياد المنافس الصغير ممشيش وسابها وفضل ماسك إيدها زي الكلبش. وفعلا لما وصلوا وقابلوا زياد الواد بكل جراءة اعترف لها بحبه. جيون اتدخل في الكلام وقال له يا عم انت مش شايفني واقف معاها؟ وفضل يتنمر عليه ويقول لها ده عيل صغير، ازاي هتقعي في حب واحد بيريرل زيه؟ ردت عليه بقصفة جبهة أولاً أنا ما وقعتش في حبه، هو اللي وقع في حبي. ثانياً أنت ليه محسسني إني مكركبة وعجوزة؟ أنا أكبر عنه ب3 سنين بس يا حبيبي. واتعصبت عليه ورمت إيده ومشيت قبل ما اليوم يخلص، وبسبب كده صحيوا تاني يوم لقوا نفسهم لسه في نفس اللعبة. جيون جاب آخره وقال لها امسكي نفسك شوية وبطلي محن، مش كل شوية خناق، خلينا نخلص من اللعبة دي عشان نخلص من بعض وكل واحد يروح لحاله. وافقت مكرهة وخدته وطلعوا يفطروا في الكافيه، وهناك يونا وزياد فضلوا يبصوا لبعض بنظرات إعجاب. جيون دمه فار وقام ضارب زياد ببونيه في وشه، يونا اتجننت وقامت ضربت جيون وعضته، ورجعوا يعيدوا اليوم من الأول تاني. المرة دي جيون هدي شوية وجاله فضول يعرف إيه اللي عجبها في واد سيس زي زياد. قالت له يمكن مثلا عشان بيعاملني كويس، بيعاملني كأني أنثى مش واحد صاحبه في الجيم، بيكلمني بأسلوب لطيف، ولما شافني قاعدة لوحدي قعد يسليني وجاب لي ورد، ولما حبيت أتصور صورني، مش زيك متخلف وغبي وطول الوقت بتتريق عليا وما بتقوليش حتى كلمة حلوة. جيون اتضايق وحس إنه فعلا كان مقصر معاها جدا، بس كابر وقال لها ده ما يمنعش إنه شاب صغير وممكن يكون بيضحك عليكي، شافك بنت جميلة وعارف إن قلبك مكسور وقرر يستغلك. قالت له بخبث ما تقول من الآخر إنك غيران، مفيش ولا واحدة بصت في وشك بعد ما انفصلنا، بينما أنا الرجالة بتجري ورايا بالصف. جيون اتعصب وقال لها لا يا حبيبتي اقفي عدل وتكلمي عوج، ده أنا لو نزلت دلوقتي بوست وقلت إني بقيت سنجل البنات هترمي نفسها عليا رمية الكلاب. قالت له وريني يا سيدي. جيون شخصنها ونشر بوست فعلا إنه وحيد وبيدور على حب جديد، وفجأة ردت واحدة اسمها صافي وسألته هو أنت انفصلت عن يونا بجد؟ جيون فرح وقال لها شفتي قلت لك معجبين بيا بالهبل. يونا قالت له لا يا بابا دي ممكن تكون بنت عادية عندها فضول مش أكتر. جيون اتحداها وقال لها طب إيه رأيك بقى إني هبعت لها رسالة دلوقتي وعزمها على الغدا وهتيجي، وبعت لصافي
صافي وقال لها إنه مستنيها في الكافيه. ردت عليه في ثانية: مسافة السكة وأكون عندك. جيون فرح جدا وقعد يغيظ يونا اللي اتضايقت وبان عليها الغيرة جدا. ولما جيون شاف نظرات الغيرة في عينيها فرح في سر وقال: برضه لسه جواها حب ليا، البت لسه بتموت فيا وغيرانة عليا. جيون استغل غيرة يونا وخدها معاه الكلبش في إيدها وطلعوا على الكافيه عشان يقابلوا صافي. وأول ما وصلت رمت نفسها عليه وكأنها ما صدقت شافته وقالت له بلهفة: يا جيون، كان نفسي أقابلك من زمان، قولي بقى انتوا اتطلقتوا بجد ولا زي كل مرة فيلم وهترجعوا لبعض؟ جيون رد بفخر وهو باصص ليونا: لا يا ستي، المرة دي بجد وبلا رجعة، لا أنا طايق خيالها ولا هي طايقة تسمع اسمي. صافي ضحكت وقالت له: حلوة قوي، يعني انت متاح للجواز دلوقتي؟ جيون اتفاجأ وقال: يا ساتر، انت داخلة حامي كده ليه؟ مش نتعرف الأول ونرتبط والحبشتكنات دي؟ ردت عليه: يا عم فكك، احنا لسه صغيرين. هنا جيون حب يحرق دم يونا زيادة وقال لها: اتفضلي يا ست هانم اتعلمي، مش بقالي 4 سنين بتحايل عليكي ورافضة، ودي من أول مقابلة عاوزة تخش في القفص على طول، مفيش إحساس خالص؟ يونا كانت هتنفجر من الغيظ وكانت هتقوم تمشي وتفركش المهمة، لحد ما صافي سألت سؤال غريب: هو أنت عندك كام سنة يا جيون؟ قال لها: عندي 28 سنة، لسه في عز شبابي. قالت له: السن مش كل حاجة فعلا. استغرب وقال لها: بس غريبة تسألي وانتي المفروض معجبة بيا وجاية تتجوزيني. هنا صافي بصت له بقرف وقالت: معجبة بمين يا أهبل انت؟ أنا مرتبطة وبموت في خطيبي، أنا بس جيت النهاردة عشان عمتي شافتك ومن أول نظرة اتشحتفت عليك. جيون الصدمة لجمته: عمتك هي اللي معجبة بيا؟ انتي متأكدة؟ ردت ببرود: أيوة، بس الظاهر إن عمتي كبرت وخرفت عشان تعجب بواحد زيك أصلا. يونا أول ما سمعت كده ما قدرتش تمسك نفسها من الضحك وقعدت تشمت في جيون اللي آخره هيتحب من واحدة قد أمه. جيون اتعصب وطرد صافي ونشر بوست تاني مستني أي بنت حلال تانية تنقذ برستيجه، بس اتصدم لما لقى شلة الثانوية داخلين عليه الكافيه وقعدوا يواسوه ويقولوا له: ولا يهمك يا وحش، بكرة تعرف قيمتك وتجري وراك الأميرة، فاكرها ولا نسيتها؟ وغمزوا له. جيون صرخ فيهم: لا يا جماعة، وحياة أبوكم إلا دي، أنا ما صدقت خلصت من كابوسها. يونا برقته وقالت له: أميرة مين دي كمان؟ أنت كنت مخبي عليا سوابقك يا جيون، يومك اسود. وراحت سايبة إيده وهزقته. جيون اتعشب مرعوب وقال: يا نهار أبيض، كده هنعيد اليوم من تاني. قعد يهدي فيها ويقول لها: والله مظلوم، الأميرة دي مصيبة ومجنونة وكانت مطرداني. يونا ركبها العند وقالت: لازم أعرفها، الرجالة كلهم صنف واطي وخونة. وخدت موبايله غصب وبعتت رسالة للأميرة وقالت لها: مستنياكي في الكافيه الساعة 4. الساعة 4 وصلت الأميرة، بنت لبسها غريب وكأنها طالعة من فيلم هندي قديم وشكلها عبيطة ومهففة. أول ما جيون شافها افتكر أيام السواد لما كانت بتطرده في كل حتة، جابها لها على البلاطة وقال لها: بصي يا بنت الناس، أنا مش بتاع ارتباط، ولو قربتي مني هبلغ عنك بتهمة التحرش. لكن الأميرة صدمته وقالت له: ما تعيشش الدور يا بابا وشوف لك حتة تانية تتأمق فيها، أنا أصلا بطلت أحبك من زمان وما بقتش طايقة خيالك بعد ما أنت وأصحابك اتنمرتوا عليا، أنا دلوقتي عرفت شاب جنتل ولطيف بيقدرني ويحترمني. جيون كابر وقال لها: طالما كده إيه اللي جابك؟ واجهي نفسك بالحقيقة، أنت لسه دايبة في دباديبه. تريقت عليه وقالت له: خليك عايش في كوكب زمردة بتاعك ده، هتعيش أهبل وتموت عبيط. الكلام عجب يونا جدا وقامت هي كمان تصلخ في جيون، والاتنين نزلوا فيه جلد وتلميحات، وجيون قاعد في النص دمه بيغلي ونفسه يمسك دماغهم الاتنين يكسرهم ويخلص من الصداع ده. جيون كتم في نفسه وفضل ماسك إيدها بالعافية وهو سمع تلقيح الكلام من يونا والأميرة، بس كله يهون عشان يخلصوا من المهمة دي. وفعلا بعد 24 ساعة من الكلبشة والخنقة أخيرا اجتازوا المرحلة، واللعبة بدأت تحدي جديد، ليفل الوحش. المرة دي اللعبة قررت تشقلب الآية وتخلي كل واحد يشتغل شغل التاني عشان كل واحد يحس بالمرارة اللي شريكه كان عايش فيها. المطلوب إن جيون يروح يشتغل في شركة الدعاية مكان يونا، ويونا تروح تشتغل في شركة تصميم الألعاب. بس هنا حصلت المفاجأة. جيون قعد يلطم ويقول: مستحيل أعمل الهبل ده، بعد ما كنت مهندس محترم أروح أشتغل في الإعلانات؟ يونا اتعصبت وقالت له: ومالها يا حبيبي شغلانة الإعلانات؟ انت فاكرها سهلة؟ ده أنا كان بيطلع عيني في التعديل والصور والإيديت والتسويق، مش زيك قاعد على مكتب بتهش وتنش. رد عليها: يا بنتي انت فاهمة الشغل بيتعامل لوحده؟ صحيح ما انت جهلة. وبدأوا وصلة خناق مين فيهم شغل أصعب، لحد ما جيون زهق وقال: خلاص احنا فيها، أنا هروح شغلك وانتي روحي شغلك وتستهلي اللي هيجرالك. وفعلا راح الشركة، وأول ما دخل قابل المديرة المتسلطة اللي غسلته وكوته عشان اتأخر على الاجتماع، وقالت له: يلا يا أستاذ ورانا شغل قد كده. وفجأة جاله تليفون من يونا وهي بتزعق وبتهزقه وبتقول له: هو أنت طلعت شغال دليفري يا جيون؟ أنت غفلتني؟ رد عليها بثبات انفعالي مزيف: شفتي بقى؟ قالت له: يعني هم طردوك؟ كابر وقال: لا طبعا، أنا اللي سبتهم عشان أفتح البيزنس الخاص بتاعي، بس ما جاش وقت مناسب أقولك، وبعدين أنت من إمتى بتهتمي بشغلي أصلا؟
يونا قالت له يعني لولا اللعبة الملعونة دي كنت هفضل متغفلة وفاكراك مهندس محترم وفي الآخر تطلع بتاع دليفري. جيون اتضايق وقال لها وليه محسساني إنها شغلانة سهلة؟ ده أنا كان بيطلع عيني في توصيل الطلبات، ده غير إن السواقة كلها مخاطر، وقفل في وشها السكة. جيون راح يصور الإعلان وافتكر إن المنتجات دي أكل، فقعد يضرب فيها قدام الكاميرا في البث المباشر بكل غشامة. المديرة دخلت عليه وبقت بتصوت: يخرب بيتك بتهبب إيه؟ دي كريمات ومنتجات عناية بالبشرة يا أستاذ، القطعة منها بمرتبك، كلت الإعلان كله يا مصياب، امشي من وشي بدل ما ارتكب فيك جريمة. أما عند يونا فكانت ضايعة في سواقة الموتوسيكل وعملت حوادث بالهبل وما وصلتش غير أوردرين بس طول اليوم، ولما رجعوا البيت كل واحد قعد يندب حظه ويشتكي للتاني. جيون سألها: انتي كنتي مستحملة المديرة الحرباية دي ازاي؟ قالت له بكسرة نفس: أكل العيش مر يا جيون، هنعمل ايه؟ في اليوم التاني جيون عمل مشكلة كبيرة في الشركة وكان هيضطرد بجد، ويونا وصلت الأوردر متأخر والبنت اللي طالبة الأكل اديتها كلمتين زي الزفت في وشها، فاضطرت يونا تسيب الشركة وتشتغل لحساب نفسها، واليوم التاني بقى أسخن من الأولاني. الاتنين قعدوا مع بعض وفكروا إنهم يفضلوا عايشين في الدوامة دي أحسن من الذل والمهانة اللي بيشوفوها في شغل بعض، بس افتكروا إن حياتهم مع بعض أصلاً جحيم لوحده، لأنهم بيعيدوا نفس الخناقات كل يوم شوية وهيتجننوا بجد، وبدأوا يدوروا على أي طريقة تخليهم ينجزوا المهمة دي بسرعة قبل ما يطق فيهم عرق. جيون بيسأل يونا باستخفاف: ها يا بطلة، بتوصلي كام أوردر في اليوم؟ ردت عليه: يعني على حسب، من 3 ل10 أوردرات. جيون اتصدم وقال لها: نعم يا أختي، ده أنا كنت بوصل بال50 أوردر في اليوم. يونا برقت وقالت له: وده بتعملها إزاي يا سوبرمان؟ قال لها بفخر: عشان تعرفي إن الشغل مش بالساهل. قالت له: وهو أنت ليه محسسني إن شغلك سهل؟ أنت بتطلع كام أوردر في اليوم؟ رد عليها: فوقي يا ماما، أنت بتكلمي ملك السيلز، عمود الخيمة في الشركة، بطلع لي بتاع 30 و 40 أوردر كده. يونا ضحكت ضحكة استهزاء وقالت له: 30 إيه يا بيئة؟ ده أنا كنت بطلع 1000 أوردر في اللايف الواحد. وهنا فهموا إن عشان ينجزوا المهمة الملعونة دي لازم كل واحد يحقق نفس التارجت بتاع التاني، يعني يونا لازم توصل 50 أوردر بالموتوسيكل، وجيون لازم يبيع 1000 قطعة في اللايف. يونا اتريقت عليه وقالت له: ال50 سهلة، الدور والباقي عليك يا خايب، هتجيب ال1000 إزاي؟ اتحداها وقال لها: هوريكي. والموضوع قلب بشخصنة، وكل واحد عاوز يثبت للتاني إنه أحسن منه. يونا بدأت تتعلم سواقة الموتوسيكل بجد عشان تنجز الوقت وتوصل أكبر عدد طلبات. أما جيون فطلع في لايف وقعد يتمسكن ويحكي قصته عشان الناس تتعاطف معاه وتشتري، وفضل فاتح اللايف ساعات طويلة من غير أي بريك لحد ما حقق الرقم. المديرة فجأة قلبت بلسم وبقت بتعامله كويس وادته عمولة، والكل بقى بيحبه. يونا لما شافت تعبه احترمته شوية، وفهموا إن كل واحد فيهم بيطلع عينه في شغله. اعتذرت له إنها قللت منه، وجيون فرح جدا إنها قدرت تعبه، وسألها: وعملتي إيه في الموتوسيكل؟ قالت له: وصلت ال50 أوردر يا بطل. رجعوا البيت احتفلوا وعملوا عشاء فخم مكافأة لنفسهم، وناموا وهما مطمنين. لكن الصدمة لما جيون صحي تاني يوم لقى يونا دخلت في غيبوبة ومش عارف يصحيها خالص، وفجأة اللعبة ظهرت بمهمة جديدة وجنونية: لازم تعمل تنفس اصطناعي، يعني بوسة يعني، لحبيبتك السابقة عشان يونا تفوق. جيون اتصدم واتصل بصاحبه مين وهو بيصوت: الحقني يا مين، اللعبة عاوزاني أبوس حبيبتي القديمة، وأنا أصلا مش فاكر ارتبطت بغير يونا إمتى، ده أنا من ساعة ما عرفتها مسحت أرقام البنات كلها. مين طمنه وقال له بندالة: ما تقلقش يا صاحبي، أنا كنت مسجل أرقام البنات اللي كنت مرتبط بيهم عندي احتياطي عشان لو اتخانقت أصالحهم. لا ما تفهمنيش غلط. جيون شتمه وقال له: يا زبالة، بس يلا مش مشكلة، هات أي رقم فيهم بسرعة. لقوا القايمة، بسم الله ما شاء الله، كشكول مليان، بس جيون افتكر إن آخر واحدة كان اسمها فلور، وبالفعل حدد ميعاد معاها، وأول ما شافته ما كانتش مصدقة. سألته: عامل إيه يا جيون؟ دخل في الموضوع على طول من غير مقدمات وقال لها: بقولك إيه، أنا عاوز أطلب منك خدمة، عاوزنا نرجع نرتبط لمدة يوم واحد بس. فلور بصت لجيون بقرف وقالت له: انت فاكرني لسه سنجل تافهة زيك ومستنياك؟ أولا أنا متجوزة، تانيا لو رنيت على رقم التانية فاشل هخلي جوزي يطلع عينيك. وفعلا جوزها عرف باللي حصل وكان هيمد إيده على جيون اللي جري وهو بيصوت. اتصل بمين وقال له: الله يخرب بيتك، كنت هتوديني في داهية، مش تسألها الأول يا حيوان إذا كانت مرتبطة ولا لأ؟ مين رد ببرود: يا عم ما تزعلش، تغور فلور، عندي ليك نانا، دي بقى اللي هتخلص لك المصلحة. وبالفعل حدد له ميعاد مع نانا، وأول ما شافها جيون ركز في إيديها لقاها فاضية، فألف سيرو الحمد لله مفيش دبلة. قال لها: بقولك إيه، إحنا عاوزين نرتبط لمدة يوم واحد بس.
نانا ردت عليه: الصراحة أنا ماليش في الارتباط وعجباني حياة العزوبية. لسه بقى هتقولي لونك المفضل إيه وجو نتعرف ده؟ لا يا عم أنا زهقانة. جيون قال لها بيأس: أنا عارف إنك مش هتصدقيني، بس أنا في أمس الحاجة البوسة، مش علشاني، عشان الغلبانة اللي مرمية في البيت. نانا صعب عليها حاله وقررت تساعده، وإدته بوسة على خده وقالت له: حلوة ها؟ اتبسط، ومشيت وسابته. جيون طار من الفرحة ورجع البيت، لقى المهمة نجحت، ويونا فاقت وقاعدة بتتفرج على فيلم وكأن مفيش حاجة حصلت. قال لها بتأثر: الوقت من غيرك كان بطيء. أي نعم، أنا ما بطئكيش ولا أنت بتطئيني، بس إحنا الاتنين ما ننفعش غير لبعض. واستعدوا للتحدي الجديد، بس المرة دي كان ليفل الوحش. صحيوا لقوا شاب وسيم جدا قاعد جنبهم على السرير، وقال لهم إن اسمه ليو. اللعبة وضحت لهم المهمة، إن يونا ما تقعش في الحب بسهولة. بس أول ما ليو عمل لها حركة قلب بإيده، يونا عينيها قلبت قلوب وأغمى عليها من الفراشات. جيون اكتشف إن يونا طلعت سهلة جدا قدام الحلاوة، والموضوع هيبقى صعب عليه، لأن ليو مش بس وسيم، ده شاطر قوي، بيطبخ لها ويفصص لها السمك ويأكلها في بقها بكل رومانسية. جيون دمه فار وقال له: بقول لك إيه يا شاطر، روح شوف لك واحدة من سنك العب معاها. بس ليو ركب دماغه وقال له: أنا مش همشي غير لما يونا هي اللي تقولي. جيون فهم إنه عيل غتت، فقرر ياخد يونا ويطلعوا بره البيت خالص، وافتكر إنه كده خلص من أي محن تاني. بس فجأة يونا جات له رسالة من الشركة اللي كانت مقدمة فيها، ولما راحت المدير الوسيم استقبلها بنفسه ووقع في حبها من أول نظرة، وقال لها: أنا مستعد أشغلك من بكرة وتكوني السكرتيرة الخاصة بتاعتي. طبعا يونا ما قدرتش تقاوم جمال المدير، وكانت خلاص هتقع في الفخ، بس جيون زقها وقال للمدير: لو قربت من حبيبتي تاني هخلص عليك. وخدها ومشي وهو بيبرطم: عارفة لو حد قرب منك تاني هعمل فيكي إيه؟ هنفخك، لازم نخلص المهمة دي بسرعة. يونا ردت بغرور: وأنا مالي يا لمبي، مشكلتي إني أحلى من هيفاء وهبي والكل بيقع في حبي. جيون قال لها: عشان كده مش هتتحركي من تحت عيني، أي حد يقرب منك هطلع عينيه، بس روحي الحمام واجي، اوعي تتحركي. سابها قاعدة في الحديقة مستنياه، وفجأة عدى شاب وسيم بزيادة وخبط فيها بالغلط، وشنطتها وقعت. وطى يجيبها لها واعتذر بكل ذوق، وأول ما عينيها جت في عينيه يونا اتصدمت ووقفت متنحة وكأن الزمن واقف بيها. الشاب مهتمش ومشي بكل هدوء. وصل جيون وخدها وروحوا، بس لاحظ إن فيها حاجة متغيرة، طول الطريق ساكتة ومصدومة وكأنها شافت عفريت أو حد تعرفه من زمان. جيون بيسأل يونا عن اللي حصل في ال5 دقايق اللي غاب فيها عشان يطمنها ويساعدها، بس اتفاجئ بإنها بتكلمه بأسلوب زفت وبتقوله: ملكش حق تتدخل، انت مين اصلا عشان احكي لك؟ جيون اتضايق وقال لها: يا بنتي احنا المفروض انجزنا المهمة وفضلت معاكي طول اليوم، ازاي اللعبة لسه زي ما هي وما كسبناش؟ ردت عليه بصراحة صدمته: بصراحة كده انا قلبي دقت 3 دقات لأول ما شفت حد معدي بالصدفة. جيون جن جنونه وقال لها: مين ده يا ست هانن؟ بس هي مرضتش تنطق وسابته ونزلت تاني يوم على الحديقة، وفضلت واقفة مستنية الشاب اللي شافته امبارح وهو بيمارس رياضة الجري. جيون مشي وراها يراقبها عشان يعرف مين اللي خطف عقل يونا من أول نظرة كده، وشافهم مع بعض واتقهر من الغيرة، وطبعا ما لقاش حد يصيح معاه غير صاحبه مين، وقعد يشتكيله إن يونا وقعت في الحب والمهمة هتبوظ. مين سأله بخبث: وانت هتسيبها ولا انت بتعمل كده عشان اللعبة، ولا لسه عندك مشاعر ليها؟ جيون مردش وقال اللي كل اللي عايزه إنها ما تقعش في حب حد تاني غيره. حط خطة شيطانية عشان يعطل الشاب وهو بيجري، بس التاني غفله وقابل يونا، وأول ما شافته جريت عليه وقالت بلحة: كيم، وعينيها لمعت بالدموع ولمست وشه بحنان. جيون واقف مذهول مش فاهم ازاي تلمسه كده، وليه بتعيط أصلا، دي دموع فرحة ولا دموع ايه؟ فضل جيون يحاول يعطله لمدة أسبوع كامل وهو مش عارف يعمل حاجة. حتى يونا لما كانت بترجع البيت كانت بتفضل ساكتة ومصدومة وكأنها شافت عفريت. جيون استغرب، المفروض ده حب جديد وفراشات، ليه النكد ده بقى؟ نادى على شلة الثانوية عشان يساعدوه، وبالفعل استنوا كيم وهو بيجري وكتفوه عشان ما يروحش يقابل يونا واليوم نعدي ويكسبوا التخدي. بس المرة دي يونا هي اللي جريت على كيم، ولما شافتهم ماسكينه اتعصبت على جيون وعملت منه بفتيك، فخافوا منها وجريوا. رجعوا البيت وجيون كان قمة في الضيق، فقالت له: ما تقلقش، مش هنزل تاني أقابله، المهمة هتنجح وهتخلص مني، يا ريت تبطل بقى شغل العيال والعبط ده وإنك تأذي حد ملوش ذنب عشان مصلحتك. جيون سكت وهو زعلان إنها بتدافع عن شخص ما تعرفوش، بس هي سألته بهدوء: أنت ما عندكش فضول تعرف مين ده أصلا وليه قلبي اتحرك له بالذات؟ رد عليها: يعني أنت طلعتي عارفاه، قول يا ستي ما عنديش مانع. وهنا يونا اعترفت له بالحقيقة المرة وقالت له: ده كيم، الشاب اللي كنت مرتبطة بيه لمدة 5 سنين قبل ما أعرفك. جيون استغرب وقال لها: طالما لسه عندك مشاعر ليه؟ إيه اللي خلاكي ترتبطي بيا؟ بصت له بدموع وقالت له: كيم عمل حادثة ومات من 5 سنين يا جيون، أنا أول ما شفته ما كنتش مصدقة عيني، وكنت حاسة بالذنب طول السنين دي لأني ما ودعتوش قبل ما يمشي، وكان بيجيلي في أحلامي كتير،
والظاهر إن اللعبة دي مش بس بتختبرنا، دي بتطلع لنا كوابيس الماضي عشان تواجهنا بيها. يونا كملت كلامها وهي بتعيط، ولما لقيته قدامي ما قدرتش أمسك نفسي، واعتذرت لجيون إنها عذبته طول الأسبوع. بس الصدمة إن جيون المرة دي تفهم الموقف جدا وما اتضايقش، وقعد يواسيها إنها فقدت شخص عزيز على قلبها. مش بس كده، ده قبل ما اليوم يخلص قال لها لو عندك رسالة عاوزة توصليها لكيم قوليها لي وأنا هوصلها له بنفسي. وفعلا يونا طلعت كل اللي في قلبها وهي بتنهار من العياط، وديون راح لكيم وبلغوا الرسالة. كيم فرح جدا وارتاح، وديون لأول مرة حس إنه عمل حاجة صح. ومن بعدها كيم اختفى خالص، ونجحوا في المهمة الصعبة دي. يونا استغلت الفرصة وشكرت جيون إنه وقف جنبها، بس لقت وشه مقلوب وباين عليه الضيق. قالت له لو في حاجة عاوز تقولها قولها. قال لها بمرارة وانتي طالما كنتي بتحبيه قوي كده ومش قادرة تنسيه، ايه اللي خلاكي ترتبطي بيا أصلا؟ يونا ردت بحدة فوق لنفسك يا جيون، أنا علاقتي بيه انتهت من 5 سنين لما مات، وأنا وانت مرتبطين بقالنا 4 سنين، يعني لو لسه بفكر فيه ما كنتش ارتبطت بيك، بس راعي إنه كان شخص مهم واختفى فجأة من غير وداع، فطبيعي يوحشني. قامت بينهم خناقة رب ودخلوا يناموا وهم شايلين من بعض. ولما صحيوا كانت المفاجأة الكبرى، لقوا نفسهم رجعوا بالزمن لأيام الكلية في السكن مع أصحابهم. يونا لقت نفسها رجعت لشبابها شمعة منورة قبل ما جيون يطفيها بطلباته. وأول ما شافت أصحابها بتوع زمان جريت خدتهم بالحضن وسألتهم عن التاريخ. قالوا لها إحنا في 2015. قالت بس دي فرصة عظمة أعيش حياتي وأدلع نفسي قبل نكد الارتباط. جيون كمان جمع أصحابه وقعد يحكي لهم عن اللي هيحصل في المستقبل، وطبعا محدش صدقه غير حبيبه صاحبه مين. جيون دمع وقال له طول عمرك أصيل يمين، في المستقبل صدقتني ودلوقتي بتصدقني، انت أخويا يا جدع والله. وخرجوا سهروا طول الليل وهيصوا، واليوم بدأ يعيد نفسه. وهم راجعين السكن جيون قال لمين إنه عاوز يشم شوية هوا، فطلعوا على سطح الكلية وبالصدفة لقوا يونا واقفة هناك، فمين خلع وسابهم سوا. يونا أول ما شافت جيون اتصدمت وقالت له انت ورايا في كل زمان ومكان. ما اهتمش بكلامها وسألها ناوي على ايه المرة دي يا يونا؟ قالت له بناشف مش ناوي على ارتباط خالص، أنا هشوف مستقبلي وما تحاولش تتواصل معايا تاني. جيون قال لها مالك مصدره لي الوش الخشن دي كده، طب حني عليا شوية. زعقت فيه وطي صوتك يا جيون، ما تفرجش الناس علينا، خلي عندك تقدير. رد عليها بسخرية التقدير خسرنا كتير وأنا زهقت. وبعدها كل واحد فيهم بدأ يلتفت لمستقبله بجد. جيون بدأ يبرمج الألعاب اللي عارف إنها هتبقى ترند ومشهورة في المستقبل، ويونا راحت للشركة اللي كانت شغالة فيها وبدأت تديهم نصايح عن المنتجات اللي هتبقى الأكثر مبيعاً. وفعلاً في خلال شهر واحد عينوها نائب مدير وبقالها اسم وسمعة في السوق، بعد ما كانت مجرد موظفة غلبانة طلع عينيها. جيون كمان باع أول لعبة لمستثمر كبير بفلوس كتير، وبدأ يحقق جوائز ونجاحات ورا التانية، بقوا من أشهر وأغنى المستثمرين الشباب وأشطر ناس في مجالهم. وفي يوم جيون عمل حفلة كبيرة عشان يحتفل بإنجازاته، ومين جه ومعاه يونا. أول ما دخلت يونا اتصدمت لأنها كانت فاكرة إنها رايحة حفل لصاحب مين، ما كانتش تعرف إن صاحب مين ده هو نفسه جيون اللي بقى ملياردير وبقى أهم شخص في الحفلة. مين بص ليونا وقال لها يا بنتي ما تستغربيش، جيون ده مش بس صاحبي، ده عشرة عمر وأعز الناس، مشي الدنيا بقى. أول ما يونا شافت جيون اتضايقت جدا وكانت عاوزة تخلع من الحفلة، بس جيون ما سكتش، راح وراها وبارك لها على نجاحها في شغلها، وهي كمان هنته ببرود. بعدها كل واحد راح في طريق، بس فجأة جيون ما قدرش يستحمل، جري عليها وقال لها بلهفة وحشتيني، وحشني نكدك وخناقاتنا مع بعض، وحشني حتى ضيق التنفس اللي بيجيلي واحنا بنردح لبعض. وترجاها انهم يدوا لبعض فرصة تانية، وبان على يونا انها لسه واقعة وبتحبه ومستنية الكلمة دي، فوافقت على طول. واخيرا رجعوا لبعض، لكن فجأة لقوا نفسهم في شقتهم القديمة المعفنة واللعبة مهنجة ومش فاهمين ايه اللي حصل. المفروض دلوقتي احنا مشاهير ومعانا فلوس بالهبل، ايه اللي جابنا الشقة الكحانة دي تاني؟ جيون راح يطمن على حسابه البنكي، لقى الرصيد 0 منور، بيدور على اسمه وعلى اللعبة بتاعته على النت لقاها متسجلة باسم حد تاني. ويونا لقت حياتها القديمة رجعت كوبي بيست. المديرة اتصلت بيها تهزقها عشان اتأخرت، فلبست ونزلت جري على شغلها، وهناك لقت نفسها رجعت أقل موظفة في الشركة، والرايح والجاي بيتنمر عليها ويخليها تعمل شاي وقهوة. حياتهم رجعت دشميلة، فقراء وبيكحوا تراب، اضطروا يبيعوا العربية واشتروا عجلة يروحوا بيها الشغل. وبالرغم من كل ده مفيش ولا خناقة حصلت ولا حد رمى اللوم على التاني زي كل مرة. الاتنين وقفوا في ظهر بعض وقالوا لازم نتخطى المحنة دي سوا. راحوا السوبر ماركت جابوا أكل شعبي وقعدوا يتعشوا ويتصالحوا، والأول مرة كانوا راضين بفقرهم واعتبروها فرصة يبدأوا من جديد بس بحب. وقتها جيون قال لها يونا عاوز أعترف لك بحاجة مهمة. قالت له بلهفة إيه؟ معاك فلوس في البنك وهتغنيني؟ قال لها لا طبعا، الفلوس مش كل حاجة، إحنا فقراء بس هغنيكي بحبي في المستقبل. أنا غلطان إني كنت بتخانق معاكي على حاجات تافهة وبشيلك الهم بدل ما أساعدك. اللعبة دي عرفتنا قد إيه بنحب بعض. وعرض عليها الجواز، وقبل ما ترد
الصدمة حصلت، لقوا نفسهم رجعوا تاني لنفس اليوم اللي بيتكرر. اللعبة عملتها فيهم تاني، بس المرة دي ما حاولوش يفوزوا ولا يجروا ورا المهام، قرروا يعيشوا اللحظة بلحظتها، وحتى لو اليوم بيتكرر المهم إنهم مع بعض. خرجوا يفسحوا ويقضوا حياتهم ويعوضوا كل اللي فاتهم بسبب الشغل والمشاكل، واحتفلوا مع أصحابهم اللي كانوا بيشوفوهم مرة كل سنة. وهناك جيون ركع على رجله وطلب منها الجواز، ويونا وافقت من غير تفكير والكل فرح ليهم. وعملوا لها مفاجأة ضيق، وجيون مسك المايك وقعد يغني لها أغنية رومانسية فلاحي شوية، وقال قدام الكل: صحيح انتي رقم 1 في قلبي، صحيح انتي الحب القديم، صحيح الحب ما يعرفش يعني ايه غير اسمك يا نور العين. يونا اتأثرت وقعدت تعيط وقالت له: اي نعم انت مهزأ ومحدش يعتمد عليك، بس مع ذلك بحبك وموافقة اتجوزك. وبعد ما كل واحد طلع اللي في قلبه وصححوا غلطاتهم ورجعوا سمنة على عسل، روحوا البيت ومن الحماس قعدوا يخططوا للفرح وللمستقبل لحد ما ناموا من التعب. جيون صحي تاني يوم وكله نشاط عشان يحضر الفطار لحبيبته، وهنا كانت الصدمة اللي تشل. يونا اختفت، السرير فاضي ومفيش ليها أي أثر. وفي نفس اللحظة يونا صحيت في مكان تاني ولقت جيون اختفى، ما بقتش فاهمة حاجة، والظاهر إن كل واحد فيهم اتنقل لعالم موازي ومعزول عن التاني تماما. جيون اتجنن ومسك الموبايل يتصل بيها، لقى الرقم خارج الخدمة وكأنه ملوش وجود، وهي كمان حاولت توصل له وفشلت. جيون جري على الشركة يسأل عن يونا. الموظفين بصوله باستغراب وقالوا له: يونا مين يا أستاذ؟ مفيش حد بالاسم ده شغال معانا أصلا. الراجل كان هيتجنن، إزاي البنت اللي لسه كان بيخطط لجوازه منها تتمسح من الوجود كده؟ أما يونا فجريت على مين يانج وهي بتعيط وبتقول له: الحقني يا مين، مش لاقية جيون، اتصل بيه فورا. مين لمه قال لها: جيون مين يا بنتي؟ قالت له: صاحبك الأنتيم يا غبي. رد عليها: أنا ما عنديش أصحاب بالاسم ده. عمل سيرش في موبايله ووراه لها وقال: شوفي بنفسك، مفيش حد بالاسم ده في حياتي. الصدمة كانت أقوى من إنها تتحملها. فجأة ظهر تايمر على اللعبة والاتنين قعدوا يعيطوا وينهاروا طول الليل. جيون حس إن روحه بتتسحب منه، ويونا ما بقتش قادرة تتخيل حياتها من غير نكد جيون اللي طلع هو السعادة الحقيقية. فضلوا يفكروا إزاي يوصلوا لبعض قبل ما العداد يخلص، وفجأة يونا افتكرت أول مرة تقابلوا فيها. كانوا فوق سطح الكلية بيتفرجوا على شروق الشمس. قالت أكيد هو هناك، وجريت على السطح. وفي نفس الوقت جيون افتكر نفس الذكرى وجري بأقصى سرعة وهو بيفتكر كل لحظة حلوة ومرة عاشوها سوا. الاتنين وصلوا السطح في نفس اللحظة، بس للأسف ما شافوش بعض. كل واحد فيهم كان شايف السطح فاضي لأنه في عالم موازي، لكن بالرغم من كده حسوا ببعض. مدوا إيديهم في الفراغ وكأنهم بيدوروا على بوابة سرية، وفعلا شكهم كان في محله. أول ما مدوا إيديهم لمسوا إيد بعض تاتش حقيقي. في اللحظة دي اللعبة هنجت واتغلبت عليها قوة حبهم، وأغمى عليهم من قوة الصدمة. لما صحيوا تاني يوم لقوا نفسهم نايمين جنب بعض في بيتهم القديم. جيون أول ما شافها خدها في حضنه وقعد يعيط زي العيال وقال لها: ما كنتش قادر أعيش ثانية واحدة من غيرك، ومن النهاردة مش هسيب إيجت لحظة. يونا قالت له بدموع: أنا لما عرفت إنك اختفيت حسيت إن حياتي ملهاش طعم، أنت طلعت كل دنيتي. قرروا إن هما مش هيأجلوا الفرح ثانية واحدة، وبدأوا فورا تجهيزات الفرح الكبير عشان يحتفلوا بانتصارهم على اللعبة وعلى كوابيس الماضي. وبكده بتنتهي قصة جيون ويونا اللي بدأت بخناقة وانتهت بحب أقوى من السحر. تمت القصة، وزي ما شفتي يا عزيزي، الإنسان ممكن يعاني كتير، بس في الآخر الحب والتفاهم هما اللي بيفتحوا الأبواب المقفولة. لو عندك قصة حب تستاهل تعافر عشانها، عافر لآخر لحظة، عشان في الآخر تنام وانت راضي ومطمن.